فبفضل الله عز وجل في الوظيفة أيضا كنت متفوقا، شاب وله قوة وإمكانية، ورغم أنني ما كنت أعرف اللغة العربية، و13 موظف كانوا عرب. وما كنت تتكلم العربية بعد؟ أنا ما كنت، لا حتى لما تعينت يعني من ضمن النكات الغريبة هم عندما قالوا لي نذهب إلى بغداد للتعيين، يعني وأنا كنت أتخيل نفسي كأن فحام من القرية يدخل عاصمة. فأخي أبو فاروق أكبر مني، قلت له علمني كم كلمة باللغة العربية حتى نصل إلى فندق سامان، وكان يقول فندق سامان أكراد وفي بغداد. فعلمني كم كلمة من اللغة العربية، وذهبنا 13 شخص. هم قالوا أنت تعرف عربي أحسن منا، أنت صر معنا، يعني أنت اللي تتكلم باسمنا. أول ما نزلنا من الفندق، طبعا كل تنزل من بغداد تأخذ تاكسي على فندق سامان أكراد شورجة ويروحوا. ففي الصباح لما نزلنا ونذهب إلى مجلس الخدمة للتعيين، أنا تقدمت وهم وراي مثل أغنام، أنت تقودهم. نعم. فنحن أيضا من شارع الرشيد، وشارع الرشيد في بغداد شارع مزدحم جدا، وكان يومها كانوا يهتمون اهتمام صارم بخط العبور. فأنا وجدت تقاطع السائدات، تقاطع الشارع، ظننت أنه هذا محل عبور لكن ممحات قسم منها، فعبرت وهم عبروا معي خلفي. فأمسكنا الشرطي مفوض مرور قال تعال وين رايحين؟ فأنا نسيت حتى حروف الجر. قال على لهجة الأكراد، قال وين رايحين؟ قلت والله عيني ما نعرف. هذا الذي عرفته من اللغة العربية. نعم. فقال أنتم منين؟ قلنا من سليماني. تعرف الأكراد يلفظوا السليماني، يقولوا سليماني. والله من سليماني. أخذنا على الضابط قال أنتم منين؟ قلنا من سليماني. قال من سنشنار مصيف؟ قلنا لا، من داخل السليمانية. قال ليش عبرتوا مخالفين؟ قلنا والله ما نعرف. فقال يلا نروح على خاطر شيخ محمود، على خاطر شيخ محمود الحفيد ملك كردستان في عام 20 الذي أرسل جيشا لمحاربة الإنجليز إلى البصرة، يعني إكراما له. نعم إكراما. هذا ضابط وطني. نعم بالتأكيد يعني. فبعدها ذهبنا إلى مجلس الخدمة، امتحنا، ثم قالوا لي اذهب إلى المدير واسأله متى يكون النتيجة. فذهبت إلى المدير قلت متى النتيجة؟ مجرد بعد السلام متى النتيجة؟ قال شو وقت امتحنتوا؟ قلت باكر. فكلهم ضحكوا، عرفت أنني أخطأت، قلت عفوا غدا. فغدا هو نفسه باكر يعني. فبعدها هم كلهم ضحكوا وأنا استحيت. نسيت كلمة أمس أنت؟ نسيت، نعم طبعا أنا نسيت الأمس. فقلت باكر ثم قلت غدا. بعدها ب3 سنوات كنت الناجح الثاني في قسم اللغة العربية. نعم. فوالدي سألني قال زين أفندي أنت تتزوج الآن، كم عندك فلوس؟ أنا كان عندي 10 دنانير. ما كان عندي شيء. قلت أنا عندي الحمد لله يكفي لي مراسيم الزواج وكذا، نحن أيضا في حالة ما نستطيع نعمل احتفال. ما اقتنع، سأل الآخرين أين فلوس. فبعدها المهم رتبنا، وهم أيضا ما طلبوا شيء، لأن جزاها الله خير هي أيضا طلبت فقط مصحفا. سبحان الله. نعم. قالت يعطيني مصحفا يعلمني التجويد والتفسير، وإذا صار الجهاد في أي مكان يذهب إلي يأخذني معه. هذا مهرها. نعم هذا مهر. فنحن ذهبنا وأتينا بالشيخ إمام مسجد. الإمام أيضا استغرب، قال هذا أول مرة أنا أعقد نكاح بهذه الصورة. والدها الله يرحمه قال ما رأيكم لو نعمل ترتيب في الغد في المحكمة حتى يأتي القاضي ويكون عقد القران رسمي، غدا يكون عندكم أولاد، أنتم تكونوا في الجبال ولا في مكان آخر والأولاد يعودوا إلينا هنا. قلنا جيد، فكرة جيدة. فجاء القاضي، قاضي ملحد وكنت كاتبين لا دين لهم. جلسنا وتكلموا وين العريس وين العروس وين كذا وين الشهود. شافوا كلنا أفندية وشباب. قالوا أين كبيركم؟ قلنا هو هذا كبيرهم لابس نصف ردن.
قال تأتوني لي بالبنت حتى أتكلم معها. شافها متحجبة، ويومها طبعا كان في السليمانية متحجبات قليلات. فقال أنت راضية بالزواج هذه على مصحف، على قرآن، على كتاب؟ قالت نعم. قالوا هذا وين صاير؟ قال هذا وين صاير يا أفندي؟ قلت في زمن الصحابة. قال إذا روحوا إلى زمن الصحابة وأعقد القران. رفض يعقد وخرج طبعا. خرج، فأخي الآخر ذهب إليه وتوسل به، قال لا، هو الآن عندنا 19 مثقال ذهب ندونها نكتبها، وهذه حلقة في يدها في إصبعها. هو نزع حلقته وأعطوها للبنت يعني. رتب الموضوع. طبعا بعدها عقد القران وخرجنا يعني. فالحمد لله تزوجت، بعدها عدت إلى إيران سرا طبعا. وأخذت زوجتك معك؟ نعم، أخذت زوجتي أيضا. وبعدها ذهبنا إلى بلوچستان، ومن بلوچستان 3 أيام بلياليها إلى باكستان. تعرف هذه مناطق كلها صحراوية. يعني هذا شهر عسل. نعم، من فريد من نوعه. والغريب كله تشرد وتسلق في الجبال ونزول في الوديان. والغريب أنني وصلت إلى باكستان واعتقلت 100 يوم والمسكينة هي تبكي. هذا شهر عسل. بمجرد وصولكم إلى باكستان، مجرد بوصولنا إلى باكستان. تعرف ملامحنا أيضا تختلف عن ملامح البلوچ أو الباكستانيين. أمسكونا الشرطة، لكن في البداية قلنا نحن نذهب إلى بيت الشيخ عبد الحق زامراني جزاهم الله خيرا من الجماعة الإسلامية، كنا ماخذين عنوانهم. أصبح عضوا في برلمان باكستان قبل ما يصبح عضوا في البرلمان. المهم كنا ماخذين العنوان. فلما اعتقلنا قلنا نحن ضيفه، فأخذوا زوجتي إلى بيته وأخذوني أنا إلى السجن. فأنت سجنت وهي بقيت عنده؟ نعم. 100 يوم. 100 يوم. والله زوجتك مجاهدة من نعم. اليوم الأول. لا الحمد لله يعني. حتى الله يرحمه عبد الله يوسف الحسن، الشيخ أبو عبد الله الذي كان يكتب، الله يرحمه، عادل الشويخ. عادل الشويخ التقينا في كراتشي، فلما مدحوا أم سيد وقالوا ما شاء الله تطبخ جيد وامرأة تتحمل كذا وتسافر، قال هو الله يرحمه، قال لا تمدحوها، يكفي أنها تتحملني أنا يعني. والغريب أنه في السجن أول شيء قالوا لي لما تأخذ الأكراد، لما يأخذ قرص الخبز يجعلوها 4، يطيها 4 ويضعها على فخذه ويأكل. فأنا أول ما عملت 4 قالوا إياك أن تفعل هذا في السجن. قلت لماذا؟ قال لأن مدير السجن شيعي، وأنت لما تعمل 4 طيات يعني الخلفاء ال4 كل يوم تعذب بسبب هذا. بالله؟ نعم. فأنا استغربت طبعا، قلت جيد، هذا أول شيء أتركه. مدير السجن الباكستاني شيعي؟ نعم. شيعي باكستاني؟ نعم، شيعي باكستاني، وكان رجل خبيث يعني. كان بس إيش دخل الطيات ال4 لا أعرف يعني، تعرف معتقدات الناس يعني. فبعدها قالوا لي تذهب إلى المدير، أو كل سجين يطلب منه أن يذهب إليه مرة. أول ما ذهبت قالوا تنزع حذاءك وجواربك وكل شيء أجلكم الله. قلت لماذا؟ قالوا يجب أن تدخل عليه حافيا. قلت نعوذ بالله، الله عز وجل يقول اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني لماذا نخلعن علينا ونحن في السجن؟ فأنا أيضا عندنا أخذته وربطت الشريط ووضعته على كتفي. كل ما حاول قلت والله أنا أيضا ما أنزلها، دخلت عليه وأنا هكذا. فقال انزعها على كتفي. قلت لا انزعها. المهم أخذت ضرب على هذا بسبب هذا. طبعا أنا ما كنت أكل فلفل في حياتي والطعام الباكستاني كله فلفل، وفي السجن مشكلة. شوربة من البوتيتا بطاطا ما فيها قطع إلا قطعتين، الكل يتقاتل علي في السجن. فبعدها سبحان الله قل وزني 13 كيلو. كنت أقوم ما كنت أبصر، أمسك الجدار صرت هزيل. نعم، ولكن بفضل الله بقيت 100 يوم وبعدها خرجت. كانوا جايبين لي أكواب، كوبين فقط، لو تركته كان يذوب، حتى لا أستخدم الكوبين أضعه على عين الرجل أو أضربه به. ما كان لا في ملعقة ولا في شيء، يعني شيء كان غريب. طلبت مشط، 5 جاءوا بمشط، 5 غوريلا كبير يحرسون المشط. نعم، 4 لا 4، 2 خلفي و2 أمامي، والآخر قال تفضل المشط.
قالوا نحن من خلال المراقبة وجدنا سلوكك مستقيما، الآن عندك فرصة لتعمل في معمل السجن، ننتج براغي أو مسامير، فأنت ممكن فقط تلبس كفوف وتضعها وتزنها ويمضي منك النهار أيضا. يدفعوا لك فلوس عليها؟ نعم، وندفع لك كذا مبلغ يعني. قلت والله عفوا أنا ليس لدي وقت. قالوا كيف؟ قلت ليس لدي وقت. قالوا 24 ساعة أنت في الغرفة، تخرج ساعة واحدة لشم الهواء، وأيام الأربعاء تخرج ساعة للرياضة، ما عندك وقت؟ قلت والله ما عندي وقت. قالوا كيف أنت بماذا مشغول؟ قلت مشغول بالكتابة، بالأرشيف، بكذا يعني. استغربوا وهم يضحكون، قالوا هذه فرصة ما نعطيها للناس إلا بعد سنة لما يكونوا مسجونين هنا، وأنت جاءتك الفرصة وما توافق. قلت لا أنا ما أوافق، ما أنا بصدده أنفع لي مما أنتم بصدده. وهل قابلك غير الأمريكان؟ نعم طبعا، أنا حققت معي 10 مخابرات. وأنت في هولندا؟ في هولندا أو في النرويج. يعني الإيطالية والألمانية والهولندية والنرويجية والسويدية والكل يعني. ومخابرات عربية؟ لا العربية لا. مجرد أوروبا فقط؟ نعم أوروبا فقط. إذن يعني لو حققت معي المخابرات العربية لأن ما كان عندي جلد يعني. إذن الآن انتهى بك المطاف في النرويج، في أوسلو، في ذلك الفندق الشهير. نعم، بعدها طبعا بعد صلاة الفجر عدنا إلى البيت، والغريب أن سائق التاكسي أيضا كان صوماليا، قال لا أنا لا أخذ منكم فلوس، هو ضيفنا مرحبا به. أخ صومالي، يعني رجل صومالي متدين جزاه الله خير يعني. أول ما يأخذه هو physiological needs، الاحتياجات الأولية من طعام وشراب وسكن ولباس وزواج، هذا الأول. الثاني security needs، الاحتياجات الأمنية، الفيزا، الإقامة، الجواز، الأمان في الحياة، في ذهابه إيابه. الثالث هو social affiliation needs، الانتماء الاجتماعي، بحيث يشعر أنه ينتمي لقبيلة ولا حزب ولا لدين ولا أي شيء. قلت لهم، قلت جيد، أنا في باكستان كان عندي الأول والثاني، جئت إلى قمة الديمقراطية لأحصل على الثالث، ضيعت الأول والتالي. لم يبقى شيء. فالنرويجيين 6 أشهر حاولوا، قالوا نريد ضمانا. الجنرال طلباني قال وقع لكم ضمان. قال ذلك؟ نعم، لكن ضمان جنرال طلباني من يثق فيه يعني؟ لا يثق فيه حتى حزبه. والابن في الصف الخامس في الكلية الطبية، والبنت الثانية ظلال في الجامعة باقي لها سنة تدرس اللغة العربية. الذي ولد هنا سألوه في المدرسة، قالوا ماذا تريد أن تصبح وإخوانك وأخواتكم متقدمين؟ قال أريد أن أصير بيشمركة. أن يصير فدائي. فدائي كردي. نعم. فيه نكتة بالمناسبة، يقول أن كرديا كان يمشي مع عربي فوجدوا قطعة حديد، الكردي قال والله هذا قطعة مقص، العربي قال لا هذا سكين، فتشاجر، والعربي أخذ الكردي ورماه في الماء في النهر، الكردي حتى غرق قال هذا مقص، فحتى وهو يغرق أشار بإصبعيه أنه هذا مقص. هذا هو الكردي. وفي العراق عندهم مثل، العرب يقولون الكردي إذا قال نانا